بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده صينيه رقاق باللحمه المفرومه، هتعجبكم ان شاء الله. مع الغدا يعني هنعمل معاها فته ولحمه شوربه، يعني لحمه في شوربه يعني. اهو دي بعد ما استوت صينيه الرقاق اهي في منتهى الجمال ومورقه وجميله خالص اهي، شايفينه من تحت زي فوق اهي، متحمره خالص اهي من تحت ومن فوق. وجربوها هتعجبكم ان شاء الله بنفس الطريقه اهي. شايفين ورقه خالص اهي، طعمها في منتهى الجمال. معايا بقى ميه مغليه نحط فيها اللحمه اللي هنسلقها، لازم الميه تغلي الاول بعدين تسقيط اللحمه اهي. واللحمه لو متلجه ما تخليهاش تفك، لازم تسقيطها بتلج عشان تعملها اسقاط ذاتي يعني. ولو فيها ميكروبات ولا حاجه لو فكتها تربي ميكروبات. بنحط بقى على الشوربه بصل وطماطمايه حمراء وورق لورا وملح، طبعا بتحطيه في الاخر، وفصين توم عشان التوم بيدي للشوربه طعم حلو وريحه. معايا بقى هنعمل اللحمه المفرومه. معايا كميه بصل، معايا كيلو لحمه مفرومه اهوت، وفي دهنه. انا مش هنحط عليها الميه عشان الدهنه اللي فيها هي هتسوي، عشان هي هتدخل في الفرن وهتستوي، يعني هتستوي كويس في الفرن. وهنا معايا برده البهارات بتاعتها، فلفل اسمر، بهارات لحمه، كزبره ناشفه اهي. انا مش هنحط عليها التوم عشان مبحبوش فيها توم. معايا بقى هنيجي نعمل الفته. هي كده استوت اللحمه المفرومه. مع كميات برده من السمنه، هنحط بقى برده كميه من الثوم ونحمرها، ما تحمرهاش جامد، دوبك يصفر برده زي ما انتم شايفينه كده. وتشيليه بقى من الزيت عشان تحطي مكانه ايه العيش اللي هو اللي هتعمليه الفته اهوت. شلت الثوم اهوت. تحطي بقى العيش اهوت اللي هتعمليه الفته. وانا هنخليه بس يشرب السمنه بس فوق على النار كده، وتدخليه الفرن بتخليه يتحمر من فوق زي من تحت، لكن فوق هنا على النار يعني على عين من فوق مش بتحمره كويس. بعد دخل الفرن اتحمر ازاي من فوق كله لون واحد ازاي. نحط عليه بقى الثوم كده، نرجع له الثوم ونقلبها فيه شويه ونحط عليه شوربه. حطي شوربه كتير، حطي شوربه شويه صغيرين عشان ما تبقاش معجنه منك. نعمل برامة رز، النص رز والنص ميه على لبن اهوت. معايا قشطه باللفاف بقشطه بتخلي طعم الرز طعمه جميل، لفيتها بالقشطه. وحطيت بقى حتى النص بقى حطيته زي ما قلت نص ميه ولبن، والنص رز. والميه دي واللبن نصهم نص ميه ونص لبن. وتحطها بقى تحط الملح بتاعها. معايا بقى السمنه تحت الرقاق اهي بنسيحها. ده الرقاق اهوت، ودي السمنه اللي سيحتها. هنحط بقى ندهن الصينيه كده من تحت اللي هنعمل فيها الرقاق، هنا سمنه. حط كميه سمنه كويسه يعني تحمروا زي ما شفتوا كده في الاول، عشان يخلص معاكي ما يلزقش فيها، ما يلزقش في الصينيه. معايا بقى شوربه. انا حاطه الصينيه على عين نار هايته خالص اللي فيها الشوربه دي، عشان تفضل الشوربه سخنه معايا وتبريلك بسرعه وتلجلك بسرعه وتطري معاكي الرقاق بسرعه اهوت. الرقاق حط بقى في الصينيه اهوت اللي انا دهنتها سمنه. تحط رقاق ورقه سمنه عشان يبقى مرق معاكي وحلو اهو. ولما الشوربه تتقل منك تزودي شوربه على اللي انت بتسقسقي فيها الرقاق كده اهو، زودي شوربه عليها. حط بقى رقه رقاق ورقه السمنه اهو. والرقه اللي هتحطي فيها لحمه مفرومه ما تحطيش فيها سمنه، عشان اللحمه فيها سمنه كتير طبعا وفيها اهي زي ما انتم شايفين. وانا خدت من سمنه اللحمه دي حطيت على الرقه برده اللي بتديها طعم حلو. السمنه اللي مسويه فيها اللحمه دي بتديها طعم وريحه حلو. حطي على الرقاق نفسه بين الرقات من السمنه اللي انت عامله فيها اللحمه المفرومه دي اهو. حطي كميه لحمه حلوه يعني، وعلى قد امكانياتك انت براحتك. حطي لحمه زي ما انت عايزه براحتك انت اهو. حطيت بقى كده، تحطي تحت بقى الرقات اللي انت عايزاها، 3 رقات 5 6 زي ما انت عايزه. ناخد بقى فوق، نحط فوق اهوت اهي. تحطي بقى برده من فوق رقه سمنه ورقه رقاق اهو. ده العيش الناشف المكسر ما بنرموش، بنحط فيه مكسر كده ناشف زي ما هو كده عشان ما ترموش. انا احطيه زي ما هو ناشف كده مكسر. حط عليه برده رقه بقى برده ما تحطيش ميه عليه ولا تحطوها في الميه، تحطيه ناشف زي ما هو في الصينيه كده. تحط عليه رقه، يبقى كده من تحت رقه مبلوله ومن فوق رقه مبلوله شوربه يعني اهو. تحطي سمنه عشان ما ترميش حاجه، ما نرميش اي جنس حاجه من الاكل الدوائي يعني. حتى الرقاق المكسر اللي شايفينه كده حطيته ما تفلهوش، حطيه ناشف كده وخلاص. تني وش فوق برده سمنه كويسه عشان تحمر يبقى معاكي، وتقطعها كده قبل ما تدخليها الفرن عشان تبقى بسهوله. وانت لما تطلع تبقى متقطعه معاكي كويس، تقطعها كويس ما تتهريش منك، تقطع منك. ندخلها بقى الفرن. دي البرامه اهيت بعد ما طلعت. هنعمل بقى ملوخيه. معايا فصين 3 توم، معلقه سمنه
حطي عليها معلقه كزبره صغيره وتحمروه كده. التاني ده بقى يتبل برضه كده، ما بحبش الحاجه تتحمر جامد عشان بس حته مره طعمها مر ولا ايه. تحطي معلقتين صلصه كده، حطي شوربه بقى من اللي عندك اهو. والملوخيه زي ما قلت لك ما تسقطش عشان بتغلي كتير ولا معرياها ولا مغطياها، لا بتسقط عشان انت بتبقي مخففاها مزوده الشوربه والملوخيه شويه. تقلي الملوخيه نفسها معاكي حلوه مش هتسقط منك اهي. يقول لك بتسقط عشان بتغطيها ولا بتغليها كتير، لا عشان هي بتبقى خفيفه معاكي، الملوخيه نفسها خفيفه والشوربه كتيره. بنحمر التقليه بتاعتها التانيه اهي شويه توم يعني واحط السمنه اهي كده زي ما انتوا شايفين كده وخلاص. الملوخيه خضرا شارياها وعاملاها مستنيه الرقايه بعد ما استوت اهي، لون وطعم وريحه في منتهى الجمال. هتقطعها بقى كده عشان تقطعتها في الاول تقطع معاكي بسهوله وتطلع القطعه بتاعتها ما تتهريش منك، لكن لو قطعتها بعد ما استوت تتهري منك مش عارفه تطلعي القطعه على بعضها. لو عجبكم الفيديو يا حبايبي بتاع لحد دلوقتي ما تنسوش القناه وتبقوا عليه حلو زيكم واعملوا لايك اللي هو اعجاب. تطلع معاكي القطعه بتاعتك مقطعاها قبل ما تدخلها الفرن، طعمها في منتهى الجمال. نيجي بقى الفته اللي احنا كنا شربناها الشوربه وحطينا عليها الثوم، نحط عليها بقى الرز اهوت نفردها في الطبق كده، نحط على رز من البرامه. الوش ده مش وحش حلو انا بناكله بس انا بنحط يعني عشان التصوير مش عشان ما نخش نعرف نشيل يعني الرز من على من البرامه اهو. الملوخيه شايفين حلوه ازاي ولفه ازاي عشان انا مشويه لها الشوربه ومتقله لها الملوخيه. اللحمه اللي سلقناها اهيت دي اكلنا بقى النهارده مع مخلل ومع سلطه ومع خيار اهو. ودي الفته اهيت بعد كل الغدا يعني بعد ما استوى الرقاق اهوت اهو. اهو مرق خلص اهوت، طعمه في منتهى الجمال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.